بيبدأ الأنمي بتاعنا في عالم مليء بالأرواح الشريرة ناتجة عن المشاعر السلبية اللي سببتها الحرب، والأرواح دي اسمها موريو وبتستحوذ على كل ما هو حي وبتكون وحوش مدمرة بتسبب الخراب في العالم وبينتجوا المزيد منهم. وعشان كده السماويين بدأوا يجندوا الأبطال كصيادين لهزيمة الموريو، ومن ضمن الأبطال اللي بيجندوهم بطلنا اوكي اللي تم اختياره عشان يبقى قائد الفرقة السادسة. فبيروح عشان يقابل طاردة الأرواح شونكيو اللي انضمت للفرقة هي كمان، وبينطلقوا عشان يبدأوا رحلتهم. وأول حاجة بيعملوها هي إنهم بيروحوا المقبرة ملوثة عشان يطهروها قبل ما تبقى عرين للموريو. وفجأة بتظهر بنت اسمها شوري وبتبدأ تمتص التلوث الموجود في المكان، ودي كده هي العضوة الثالثة في الفرقة السادسة الحالية، وهي بالمناسبة كانت سبب شهرة الفرقة السادسة السابقة قبل ما تتفكك، وده كان نتيجة حادثة حصلت بسببها بعد ما فقدت السيطرة على قوتها. بعدها بيروحوا عشان يقابلوا تيكن العضو الأخير في الفرقة، لكنه أول ما بيشوف قيادة الفرقة السادسة بيقول لهم إنه مش تيكن، وده لأنه كان موجود في الفرقة وقت الحادثة اللي حصلت. بس العلبة اللي معاه دي بتفضح أمره وبتقول إن هو تيكن اللي هم بيدوروا عليه، والعلبة دي مسكونة بروح تبع السماويين عشان يراقبوه. وهنا بيلمح شوري وبيبدأ الخوف يتملك منه وبيترجاها ما تقتلهوش، وبيقول لهم ان هي السبب في اباده الفرقه السادسه قبل كده. في اللحظه دي بتظهر واحده من السماويين اسمها راشوكوجو وبتهدده بالموت لو فكر يهرب، فبيوافق وهو مجبر على العرض الجميل ده، وبتختفي من المكان بسرعه قبل ما يحاولوا يستفسروا عن اي حاجه. فبيقعدوا يتكلموا مع تيكن وبيقول لهم على كل حاجه بالتفصيل، وغير انها ابادت الفرقه السادسه قبل كده فهي كمان ابادت فرق تانية من الصيادين. ساعتها بيقول اوكي ان راشوكوجو عندها اسبابها الخاصه لاعاده ضمها للفرقه السادسه، وعشان كده ما ينفعش يسيبوها لوحدها. وهنا بنلاقي الجنود بيهاجموا قريه موجوده في الجبال، وبيظهر احد سكان القريه المسكون من قبل الموريو من خلف الاسوار وبيقتل مجموعه منهم. في الوقت ده بتوصل رساله بالتعليمات لابطالنا عشان يتحركوا لمكان المعركه، وبنشوف هنا الوحش وهو بيهزم حراس القائد وبيتحرك عشان يقتل القائد. وساعتها بتوصل شوري وبتوقفه بضربه واحده باستخدام دراعها الشيطانيه، وبتقول شونكيو انهم هيتعاملوا معاه بما انه مسكون من قبل الموريو. فبيمشي القائد وبتبدا شوري تقاتله، لكنه طلع اسرع من ما كانت تتوقع. في اللحظه دي بيتدخل اوكي وبينقلها من مكانها قبل ما يهاجمها الوحش، وبيحط لها تميمه على راسها عشان يبعدها عن مكان المعركه. وفجاه بيلاقي تيكن الوحش جاي ناحيته عشان يهاجمه، فبيبدا يتعامل معاه وبيهجم عليه وبيقيد حركته وبيختمه اوكي عشان يثبته في مكانه. وبتبدا شونكيو تعزف على الاله بتاعتها عشان تطرد الارواح اللي مسيطره عليه، الا ان المشاعر السلبيه اللي جواه قويه جدا وهيرجعوا يسيطروا عليه تاني. بس هو حاليا بقى في وعيه، وبيبدا اوكي يتكلم معاه عشان يفوقه. فبيقول له الشخص ده انه مزارع في القريه اللي هم فيها دي. وفجاه بدا متمردي التايهيدو يهاجموا القريه، لكنه كان بيقف في وشهم وبيهزمهم، ومع ذلك كانوا بيرجعوا كل شويه باعداد اكبر من المره اللي قبلها. ساعتها طلب المساعده من الجيش لكن محدش جه يساعدهم، وعشان كده بدات تنمو جواه مشاعر الكراهيه ضد الجيش والتايهيدو، وقرر انه هيقتل اي حد يقف في وشه. فبيقول له اوكي ان التايهيدو قتل ابوه وامه وهو صغير، وعشان كده اتربى في معبد مع غيره من الاطفال اليتامى، لحد ما في يوم من الايام لقى الجيش بيهجم على المعبد وبيقتلوا كل اللي فيه عشان ياخدوا الاكل والفلوس اللي معاهم. بس اللي كان مخليهم يعملوا كده الموريو اللي مسيطرين عليهم، وعشان كده بدا طريقه عشان يمنعهم من نشر الخراب والدمار في العالم. ودلوقتي بيشجعوا عشان ما يبقاش ضعيف ضد سيطرتهم ويموت من غير هدف. وفي اللحظه المناسبه بتبدا شونكيو عزفها عشان تطرد الروح اللي جواه، وبيستدعي اوكي سيفه عشان يبدا يقاتلها وبيحبسها جوه حاجز سحري عشان ما تهربش منهم. لكن للاسف حاجه زي دي بتخليها ترجع تاني تسيطر على المزارع، والمره دي بيتحول بالكامل لوحش، فبيهجم عليهم وبيصيبهم، لكن لسه المعركه ما انتهتش. فبتتدخل شوري وبتهجم عليه بغضب منها وبتصيبه في صدره، وبتبدا تمتص التلوث من جسمه. بس واضح كده ان المره دي مش هتبقى زي المره اللي فاتت. بتبدا شوري تتحول زي ما حصل زمان وبتفقد السيطره على قوتها، وده بيرجع لتيكن ذكريات مؤلمه مش عايز يفتكرها. وبتهجم شوري على الوحش وبتسدد ضربات متتاليه بسرعه رهيبه بتخليه مش قادر يرد عليها، وبتدور بينهم معركه ملحميه بتكون السيطره فيها في ايدين شوري. فبيحاول الوحش يهرب من المكان وبيتجه للحاجز عشان يكسره، لكن اوكي بيقف في طريقه وبيستخدم قوته كامله عشان يوقفه قبل ما يهرب. وبتهجم عليه شوري من ظهره بقوتها الشيطانيه وبتهزمه. بعدها بتاخد دواء من صنع السماويين بيرجعها لطبيعتها، وبنلاقي ان المزارع بقى بخير، وده لان الموريو كانت مسيطره عليه من بره، وبالطريقه دي قدرت تغير شكله عشان تقاتلهم. وبالتالي لما شوري هاجمته فهي اخترقت جسم الموريو مش جسم المزارع، وبكده تكون اول مهمه للفرقه السادسه تمت بنجاح. بعدها بيروحوا ياكلوا ويرتاحوا وبيستنوا الاوامر الجديده. فبيبداوا يتكلموا عن المخلوقات المسماه بالجيزان واللي شوري تبقى واحده منهم. فبيقول العلبه ان في اشاعات بتقول انهم من صنع السماويين للقضاء على الموريو، بس ده كل اللي يعرفوا عنهم لان الموضوع سري للغايه والسماويين مغطيين عليه. وهنا بنشوف قائد في الجيش قاعد مع عرافه وبتفضل تملى راسه بكلام مسموم وافكار شريره، وبتديله سيف ملعون بطاقه الشر بتقول انه هيمنحه قوه هائله في مقابل انه هيلتهم روحه. وسعيا للقوه والنفوذ بيقبل القائد فورا، وسرعان ما يتحول الى دميه في يد الموريو. ونرجع تاني لابطالنا وهم بيرتاحوا ونشوف اوكي وهو بيدي اكل لشوري اللي رافضه انها تقعد معاهم او تتقرب لهم، وبيوصل لهم سهم جديد من السماويين برساله واوامر جديده. فبينطلقوا المكان القائد وبيوصلوا المدينه وقت الغروب، وبنلاقي شوري بتتفرج على دبابيس الشعر وهي موهومه بجمالها. فبيقولوا لها تاخد اللي هي عايزاه لكنها بترفض وبتجري منهم. في الوقت ده بتحس شوري بوجود الموريو في المكان لكنه بيختفي من غير قتال. فبيروحوا المكان
بتتكلم معاه عشان يقضوا فيه الليله دي، وبيتشاوروا في الكلام اللي سمعوه عن الموريو اللي هم جايين عشانه، لان في العاده زي ما شفنا مع المزارع الموريو بيبقوا مسيطرين على الجسم والعقل بشكل كامل، الا ان المره دي القائد بيتحكم في جسمه عادي مستعينا بقوه الموريو اللي بيمنحها له السيف، وده لانه وافق بنفسه على الاستحواذ، وعشان كده المره دي هتبقى اصعب من المره اللي فاتت. فبيمشي اوكي وتيكن وبيروحوا الغرفه تانية عشان يناموا، وبتتكلم شونكيو مع شوري عشان تفهمها انهم خايفين عليها وبالاخص اوكي، لكنها رافضه تماما اي مساعده او اهتمام من حد، وبتقول انها شيطانه صنعت فقط لهزيمه والتهام الموريو. وهنا بنشوف القائد وهو بيتعرض لضحيه تانية في المدينه باستخدام السيف الملعون، وفي مسرح الجريمه بتحس شوري بوجوده وبتروح وراه من غير ما ياخدوا بالهم، فبيستدرجها بعيد عنهم عشان ينفرد بيها في قتال فردي. فبيبدا السيف يظهر قوته وبيتحول القائد لوحش بقوه الموريو وبيهجم على شوري بسيفه، لكنها بتتفاداه وبتكسره، فبيجدد سيفه وبيجهز نفسه للقتال بشكل جدي، وبتستعد شوري هي كمان عشان تهزمه، لكنها للاسف مش بتقدر تواجهه لوحدها بقوتها الحاليه، فبتمتص التلوث الصادر منه وبتبدا تتحول من جديد، وبيستمر القتال بينهم وبيفضل الوحش يهجم عليها وهي بتدافع بكل قوتها لحد ما بتكسر سيوفه تاني. ساعتها الوحش بيطور نفسه وقوته بتزيد عن الاول، فبتحاول شوري انها تهرب من المكان او على الاقل تبعد عنه، لكنه مش بيديها اي فرصه وبيهزمها. في اللحظه دي بيوصل ووكي واللي معاه وبيبني حاجز حوالين المكان وبيحميها من هجمات الوحش اللي بيحاول يقضي عليهم، وفي وسط القتال بيقول لها انه هيحميها دايما وهيفضل جنبها مهما حصل، وهي بتحس بصدق كلامه ومشاعره تجاهها. وفي الوقت اللي بيكون فيه اوكي على وشك انه يتهزم قدام الوحش بتبدا شونكيو تمدله يد المساعده، وبيتدخل تيكن وبيعمل زي ما عمل المره اللي فاتت وبيثبت الوحش في مكانه، وبيستدعي اوكي البوابات الثمانيه الذهبيه عشان يختموا، لكن كل ده مش كفايه، فبيفجروا تيكن بقنبله بارود وبتلغي شونكيو الدايره اللي مثبتاه، وبتهجم عليه شوري بقوتها الشيطانيه، وبيقدروا في النهايه انهم يهزموا الموريو. فبتاخد شوري الدواء عشان ترجع لطبيعتها، وبنلاقي هنا ان العرافه واقفه بتراقب كل اللي بيحصل، وبيمشي القائد من المكان بعد تخليصه من سيطره الموريو، وبتشكرهم شوري على مساعدتهم ليها ووقوفهم جنبها. بعدها بينطلقوا المهمه جديده في مكان تاني، وفي طريقهم بيلاقوا دخان متصاعد من القريه، ولما بيوصلوا بيلاقوا المكان متدمر وكل الموجودين ما هم الا موتى. تخيلوا مدى الصدمه اللي هي فيها من شده روع المنظر. فبيهديها اوكي وبيقول لها ما تبصش على الجثث، وبيبداوا يساعدوا السكان اللي لسه عايشين. فبيقول لهم الراجل العجوز ان الحراميه هم اللي عملوا فيهم كده، وبيقول ان القائد بتاعهم راكب حصان عنده علامه بيضه في وشه. وفجاه بتحس شوري بوجود موريو قريبين، وبيرجع الحراميه من تاني يهاجموا القريه، فبيتحرك اوكي وبيهجم على القائد بتاعهم، لكن الحصان بيصده. ساعتها بيعرف ان الموريو مستحوذ على الحصان، ومن خلاله بيتحكم في القائد ورجالته. وبتبدا شوري تتحول بعد ما بتشوف الوحشيه اللي هم فيها، وبتفقد السيطره على نفسها. وشكل كده المره دي مش زي كل مره، لان شوري فقدت السيطره بالكامل زي ما حصل مع الفرقه السادسه القديمه، فبتهجم على الحراميه وبتهزمهم كلهم. ولما بيحاول القائد بتاعهم يهرب بتروح وراه وبتوقفه، وبتفضل تمتص التلوث الموجود في المكان، لكن بالشكل ده جسمها مش هيتحمله وممكن تموت. وعشان كده بيتدخل اوكي وبيتكلم معاها وبيحاول يفوقها، لكنها مش بتديله فرصه وبتحاول تقتله. وفي وسط كل ده بيهرب قائد الحراميه، وبتبدا الفرقه تساعد شوري، فبيصنع اوكي الحاجز بتاعه حواليها وبتنيمها شونكيو بعزفها. ودلوقتي بعد ما هديت بيدوها الدواء بتاع السماويين وبيرجعوها لطبيعتها، وبتظهر راشوكوجو وبتقول لهم ان الالم اللي هي بتحس بيه ده نتيجه القوه اللي بتاخدها من التهام الموريو، والحبوب اللي معاها وقوتها الذهنيه هم اللي بيخلوها تتحكم في وعيها. وعشان كده لما شافت الجثث والقتلى من سكان القريه كانت خايفه، لان حاجه زي دي حصلت لها قبل كده قبل ما تموت. ايوه، شوري ماتت قبل كده وتم احيائها من جديد كواحده من الجيزان. شوري كانت بنت صغيره عايشه مع ابوها وامها في قريه مسالمه، وفي يوم من الايام حصل معاها زي ما حصل مع اوكي، وهجم عليهم متمردي التايهيدو، وقبل ما يموت والديها رموها في النهر عشان يحموها. بعدها شافتها راشوكوجو والموريو قدر يدخل جوه جسمها، بس لسه ما سيطرش عليها، وعشان كده الطريقه الوحيده للتخلص من الموريو هي قتلها قبل ما يستحوذ عليها بالكامل. في اللحظه دي بتتكلم شوري وبتقول انها مش عايزه تموت، وده بيخلي الموريو يخرج منها، لكن للاسف الوقت كان متاخر وبتخرج روحها هي كمان من جسمها. وهنا بتتدخل راشوكوجو وبترجع روحها لجسمها وبتحولها لواحده من الجيزان، لكن المميز فيها هو ان روحها البشريه فضلت سليمه بعد ما اتحولت على عكس باقي الجيزان. فبيطلب اوكي انها تساعدهم عشان يخففوا الالم اللي هي بتحس بيه، فبتلقي تعويذه عليه وبتقول ان التعويذه دي هي اللي هتخليها تحت السيطره. ولما بتصحى شوري بيقول لها تيكن على كل اللي هي عملته، وللاسف قبل ما يرتاحوا بيرجع لهم الموريو اللي هرب منهم، والمره دي رجع بشكل اقوى زي ما حصل مع القائد قبل كده، وده بيخلي شوري تفقد السيطره تاني عشان تهزمه. فبيبدا اوكي يستخدم قوه تعويذه راشوكوجو وبيربط نفسه بيها عشان يمتص الالم اللي هي حاسه بيه وبيرجعها لوعيها. وفي لحظه ضعفه بيهجم عليه الموريو عشان يقتله، لكنه بيصده بما تبقى له من قوه، وبتهجم شوري عليه وبتهزمه. وفي النهايه بتطهره شونكيو وبتمحي التلوث اللي جواه، والحمد لله طلع سليم بعد استخدامه لتعويذه راشوكوجو. بعد كده بنشوف العرافه ماشيه في الطريق والسماويين بيراقبوها، وبيظهر طائر شكله غريب تبعها وبيلغي تعويذتهم. وبنشوف هنا ابطالنا بياكلوا في مطعم كمكافاه على نجاح مهمتهم،
بتراقبهم، وبتقول لهم راشيكوجو على العرافه اللي شفناها دلوقتي لان هي اللي كانت بتراقبها، وده لانها شاكه انها السبب في ظهور الموريو الاقوياء في الفتره الاخيره زي قائد الجيش وقائد الحراميه اللي هزموهم قبل كده، وبتعرفهم ان المهمه الجايه هتبقى في العاصمه لان ده هو المكان اللي فيه العرافه. ولما بيوصلوا المدينه بتخبط شوري في محارب طويل القامه، فبيسالهم على محارب برمح طويل زي اللي في ايده، لكنهم للاسف لسه واصلين العاصمه، والمحارب اللي هو بيدور عليه ده يبقى اخوه الصغير، وهما الاتنين من كبار القاده في المملكه، واللي دلوقتي بنلاقيه قاعد يشرب منكر في مكان ما. وبتظهر العرافه وبتبدا تدخل في راسه افكار مسمومه زي ما بتعمل مع غيره، وبتحط له حاجه في مشروبه، وبكده نكون عرفنا ابطالنا هيقاتلوا مين المره دي. فبيدمر المكان بعد ما الموريو يسيطروا عليه، وبيبدا يقاتل اخوه الكبير، وبيقول انه عايز يقتل الحاكم ورجالته عشان اخوهم التالت يبقى هو الحاكم. ودلوقتي بعد ما تحول واخوه ما بقاش قادر عليه، بيبدا اوكي يتدخل عشان يوقفه، وبتساعده شونكيو بلحن التطهير، لكن كل ده مش كفايه. احساس الغضب والكراهيه اللي جواه تجاه الحاكم مخليين سيطره الموريو عليه اقوى لدرجه انه اندمج مع جسمه وبقوا كيان واحد، وبالتالي هزيمتهم للموريو هينتج عنها موت الجسم المضيف. وفي اللحظه دي بتظهر العرافه في المكان، فبيحاول اخوه ينقذه لكنه مش بيقدر يعمل حاجه وبيتاذى نتيجه لكده، وهنا بيطلب منه يقتله عشان يخلصوا من المعاناه اللي هو فيها قبل ما يأذيه اكتر من كده. ساعتها بتأمره العرافه بالانسحاب وبيهربوا من المكان قبل ما يتهزم على ايدهم. وفي لحظه خوف وندم بيقرر المحارب انه يقتل اخوه عشان يخلصوا من الوضع اللي هو فيه، لكن شونكيو بتلومه وبتقول ان مش ده هو القرار الصائب، وبتقول له انه لازم يفكر في حل تاني غير القتل. وتأثرها بكلامه ده بسبب موضوع شخصي يخصها، لان اخوها الصغير عنده مرض خطير غير قابل للعلاج، لدرجه ان الدكاتره قالوا ان مفيش اي فرصه ليه عشان يعيش، وعشان كده بدأت تلف العالم وتدور على علاج لحالته لحد ما قابلت راشيكوجو. ساعتها عرفت ان العلاج الوحيد لحالة اخوها موجود عند السماويين، والثمن الوحيد عشان تاخد العلاج هو انها تخلص العالم من الموريو، وعشان كده ما ينفعش يستسلم ويختار الحل الصعب بحجه ان مفيش حل غيره، لازم يدور ويعافر لحد ما يلاقي طريقه تانية غير القتل عشان ينقذ اخوه الصغير. فبتقول له انها تستخدم اقوى لحن عندها عشان ترجعه لوعيه زي ما حصل من شويه، وساعتها بس هيقدروا انهم يفصلوا الموريو عن جسمه. وطبعا لان مفيش خيار تاني بيوافق الاخ الاكبر على الفكره، وبيقول ان هو اللي هيفصل الموريو عن جسم اخوه. فبيقابلوه هو والعرافه لما بتحاول تقتل الحاكم ورجالته، وبتبدا شوري تقاتله بمساعده التعويذه اللي بيستخدمها اوكي عشان ما تفقدش السيطره. وفي اللحظه المناسبه بتبدا شونكيو تعزف لحنها وبتبدا تطهر جسمه عشان تفوقه، لكن العرافه بتخليه يشرب سائل غريب زي اللي شربه قبل كده عشان يحافظ الموريو على سيطرته. في اللحظه دي بيظهر اخوهم الثالث وبيبدا يتكلم معاه وبيحاول يفكروا بكل اللي عملوه سوا، وبيقدر بالفعل انه يرجعه لوعيه، وبترجع شونكيو تطهره من تاني. ساعتها بيتقدم الاخ الاكبر وبيفصل الموريو عن جسمه، وبتمسكه شوري وبتدمره بدراعها الشيطانيه، لكن برضه بعد كل ده بتهرب العرافه منهم للمره الثانيه ومش بيقدروا يوقفوها. فبيشكروهم على مساعدتهم ليهم وانقاذهم لاخوهم الصغير، وبيتمنى الاخ الاكبر لشونكيو انها تقدر تنقذ اخوها الصغير ويبقى بخير من تاني. وهنا بيشوف تيكن كابوس عن الحادثه اللي حصلت مع الفرقه السادسه السابقه، وبيشوف شوري وهي بتقتل زمايله في الفرقه وبتبدا تطارده، وبيشوف زمايله اللي ماتوا هم بيلوموه عشان اتخلى عنهم. فبيصحى من نومه مفزوع بسبب الرعب اللي هو شافه ده، وعشان كده تاني يوم لما بيقعدوا عشان يفطروا بيرفض انه يفطر في وجود شوري معاهم، وبيروح يشرب منكر عشان ينسى الحاجات اللي بيحلم بيها. وفجاه بيقابل زمايله من الفرقه السادسه اللي المفروض انهم ماتوا، والغريب انهم بيقولوا انهم ما ماتوش ولا حاجه، وانهم كانوا بيتعالجوا لحد ما بقوا كويسين. فبيعيط من الفرحه وبيتاسف لهم عشان ما قدرش يساعدهم وقتها، وفي النهايه بيطلبوا منه يقتل شوري عشان ينتقم لهم، وبيتمسكنوا عليه وبيفضلوا يحرضوه عليها عشان ما يرفضش طلبهم، وبيقولوا ان دي هي الحاجه الوحيده اللي هتخليهم ينسوا اللي حصل في الماضي. ولما بيرفض يعمل اللي هم بيقولوا عليه بيبداوا يلوموه عشان هرب وسابهم، وبيتغير كلامهم في لحظه وبيقولوا ان عمرهم ما سامحوه على خيانته ليهم لما هرب. وطبعا كل ده بيأثر فيه وبيضغط على اعصابه ومخليه مش عارف يتصرف ازاي، لحد ما بيخيروه بين حل من اتنين، يا اما يموت شوري يا اما هو اللي يموت. فيا ترى هو ممكن يعمل ايه في الموقف اللي هو فيه ده؟ خلونا نكمل عشان نشوف هيتصرف ازاي. فبنشوف هنا تيكن بيعرض عليهم يدوق الاكل اللي هو طبخه، وبيقدم الاكل لشوري وبيتاسف لها على اللي حصل الصبح وملامح الحزن على وشه، وده لانه في الحقيقه قرر يقتلها باستخدام سم قوي جدا خده من زمايله القدامى. لكن بمجرد ما بترفع شوري المعلقه عشان تاكل الاكل المسموم بيوقفها وبيقول ان الاكل ده مش كفايه عشان يعجبهم، وبياخد القدر اللي فيه السم وبيهرب من المكان وهو مقرر انه ما يرجعش تاني. فبيظهروا تاني وبيهددوه بالقتل عشان بيحاول يخونهم للمره التانيه، وعشان كده بيضطر يوافق على كلامهم وبيقول انه المره دي بجد هينفذ اللي هم طالبينه. فبيرجع لاوكي والبنات وبياخدهم على مكان بعيد عن القريه بحجه ان في موريو لازم يطهروهم، ورغم النيه السيئه اللي هو ناويها لهم الا انهم متفاهمين الضغط اللي هو فيه، وبيقول له اوكي انهم مستعدين يشاركوه احزانه، وعشان كده هم معاه لان ده هو الهدف من وجود الاصدقاء. ومع انه بيتاثر بالكلام الا انه مش بيتراجع عن الامر اللي هو جايبهم هنا عشانه. وبمجرد ما بيختفي الضباب بيظهر اعضاء الفرقه السادسه القديمه، وبتبدا اشكالهم الحقيقيه تظهر لان الموريو مسيطر عليهم. فبيتفاجئ تيكن وبيقول انه ما كانش يعرف حاجه عن اللي بيحصل هنا، وبيبدا الموريو يهجموا على شوري عشان يخلصوا منها، لكن شونكيو بتبدا عزفها وبتحميها هي واوكي. ساعتها بتضطر شوري تتدخل وبتحاول توقف
توقفهم قبل ما حد يتأذى، لكنهم طبعا بيفكروها باللي هي عملته قبل كده وبيأنبوها، لكن طبعا كل ده خداع عشان ما تواجههمش، وبيهجموا على اوكي وبيصيبوه في رجله وبيثبتوا شونكيو في مكانها وبيهاجموها، وفي النهايه بيمسكوا شوري وبيثبتوها في العمود. بعدها بيبدأ شكل المكان يتغير وبتظهر التجهيزات اللي هم محضرينها عشان يخلصوا منها، لكن الصعب في الموضوع هو انهم بيطلبوا من تيكن ان هو اللي يقتلها بنفسه، فبيولع فتيل البارود وبيقول انه بالطريقه دي هيقدر ينسى المعاناه اللي مر بيها طول الفتره اللي فاتت، لكن مع شويه هدوء وتفكير بسيطين بيعرف ان اللي بيعمله ده هو الخيانه الحقيقيه، وعشان كده بيطفي الفتيل قبل ما تنفجر القنبله وبيوقف المهزله اللي بتحصل دي، وبيقرر انه يحمي شوري بكل قوته ويخلص من الموريو اللي مسيطرين على زمايله القدامى. فبتبدا شوري تمتص التلوث الموجود في المكان وبتحرر نفسها وبيفجر تيكن القنبله وبيهربوا من المكان، لكن الموضوع لسه ما انتهاش والموريو لسه موجودين ومش ناويين يتراجعوا، فبيهجموا على شوري بسلاحهم المدمج، لكن اوكي بيفعل تعويذه الترابط وبينقذها من الهجوم، فبيهجموا عليهم تاني بقوه اكبر عشان يخلصوا منهم، لكن تيكن بيحميهم بدرع سحري وبتدعمه شونكيو بلحن معزز وبتهجم عليهم شوري وبتهزمهم كلهم. وبكده بعد ما هزموا الموريو اللي كانوا مسيطرين عليهم بيرجع الثلاثه بشريين من تاني وبيبقوا احسن من الاول، وبتقدم شوري الاكل لتيكن كاعتذار منها وبتفرح جدا لما بيقبل اعتذارها. بعدها بنشوف ابطالنا وهم بيحاربوا الموريو اللي مسيطرين على جنود العاصمه اللي ماتوا في الحرب ضد متمردي التايهيدو، وبتفضل شوري تمتص التلوث الموجود في المكان لدرجه بتخليها تخرج عن السيطره، وده رغم ان اوكي بيستخدم تعويذه الترابط معاها، والسبب هو كثره اعداد الموريو اللي هم بيواجهوهم، فبيحاول اوكي يمتص التلوث اللي جواها، وبمجرد ما بترجع لوعيها بيفقد وعيه وبيقع على الارض، وده بيخليها تفقد السيطره تاني وبتتكسر السلسله اللي بتربطها بيه، وبترجع تهاجم الموريو اللي في المكان وبينتهي الامر بقتلها للمضيف البشري. فبتبدا شونكيو تطهر جسم اوكي بلحن التطهير، وللاسف شوري مش بترجع لطبيعتها حتى بعد ما خدت الدواء بتاع السماويين، وبتظهر واحده بتقول انها معالجه انقذوها من هجوم الموريو، وبتعرض عليهم انها تساعد شوري وترجعها لطبيعتها، وده عن طريق انها بتستخدم عده تعاويذ عشان تخرج التلوث من قلبها، ومع اخر تعويذه بتستخدمها بينجح العلاج وبترجع شوري من تاني لشكلها الطبيعي، وبتقول لهم المعالجه ان السبب ورا كل اللي بيحصل لها هي التعويذه المحرمه اللي رجعتها للحياه، لان التعويذه دي صنعت قلب مزيف بعد موتها عشان تقدر تعيش من تاني، والطريقه الوحيده لاستمرار القلب ده هو انه يمتص التلوث باستمرار لدرجه انها تتحول لموريو بمرور الوقت. بعدها بتظهر راشيكوجو عشان تشكرهم على نجاح المهمه، فبيسالها اوكي عن اللعنه اللي شوري مصابه بيها، وبيتاكد ان كلام المعالجه كله حقيقي، وبتقول له ان الجيزان ما هم الا اسلحه لدعم الصيادين ضد الموريو، بس الغريب في اللي هي بتقوله هو ان شوري تبقى الجيزان الوحيده المصابه بهذه اللعنه، لان اللعنه دي هي الطريقه الوحيده اللي كانت ممكن ترجعها للحياه بعد موتها، وبالتالي فالحل الوحيد لمنع تحولها هو انهم ينتزعوا قلبها من جسمها، وده هو الكلام اللي بتقوله له، وبتختفي بسرعه من المكان قبل ما يخلص كلامه معاها. وهنا بتصحى شوري وبتعرف منهم كل اللي هي عملته، وبتعرفها المعالجه على نفسها وبتقول ان اسمها فيوشو وبتشكرها عشان انقذتها، وبالليل بتقعد مع اوكي وبتتاسف له على المشاكل اللي بتسببها لهم كل شويه، وبتعرفه انها عرفت كل حاجه عن موضوع اللعنه اللي في قلبها من فيوشو، وعشان كده بتطلب منه لو فقدت السيطره مره تانية انه يقتلها بدون تردد، لكنه بيرفض كلامها وبيقول انه هيفضل جنبها مهما حصل، بس تيكن شايف انهم لازم يخلصوا منها عشان لو فقدت السيطره مره تانية هتقتلهم. الموضوع بالنسبه لهم كانهم محتفظين بقنبله موقوته ممكن تنفجر فيهم في اي لحظه، ومع ذلك موضوع القتل ده هيبقى صعب ويكاد يكون مستحيل لانها صديقتهم. وتاني يوم بتحصل المفاجاه اللي ما كانوش متوقعينها، بتقول لهم فيوشو ان في طريقه تمكنهم من كسر اللعنه من غير ما يقتلوها، والوحيد اللي ممكن يكون عارف الطريقه دي يبقى سيدها ريوجن، فبينطلقوا عشان يروحوا له، وفي الطريق بتوصل لهم رساله من السماويين، لكن اوكي بيرميها وبيقول انهم لازم يخلصوا من اللعنه الاول، فبيكملوا طريقهم لحد ما بيوصلوا للمكان اللي فيه ريوجن، وبمجرد ما بيلمسوا اوكي بيكتشف ان التلوث قدر يتمكن منه وبيتفتت جسمه قدامهم، وبتظهر العرافه في المكان، وفجاه بيظهر وحش من اصل غير بشري، وعشان كده مش هيقدروا يعملوا معاه حاجه بقدراتهم، وبالتالي فالطريقه الوحيده لمحاربته هي ان شوري تمتص التلوث منه عشان تضعفه، فبتهجم عليه عشان تخلص منه لكنها مش بتقدر تعمل له حاجه، وبتحاول شونكيو تهديه لكنها برضه مش بتقدر تعمل له حاجه هي كمان، فبيستخدم اوكي تعويذه الترابط عشان تقدر شوري تواجهه، لكنها بتكسر السلسله لانه لو امتص التلوث الصادر من الوحش ده ممكن يموت، وفي النهايه بتتحول شوري لشكلها المرعب، لكنها المره دي بتقدر تحافظ على وعيها، وبتدمر الطريق اللي بينهم وبين الوحش وبتهجم عليه وبتصيبه في عينه، لكنها مع الوقت بتفقد كل طاقتها وبتقع بين ايدين اوكي، فبيحميها بكل قوته وبيطلب منها تهرب من المكان بسرعه. في اللحظه دي بتفتكر وقت ما ابوها وامها رموها في النهر عشان ينقذوها، وبترفض تسيبه وبتنقذه من هجوم الوحش اللي كان هيقتله، فبتأمره العرافه انه يروح وراهم ويقبض على شوري باي شكل من الاشكال، وبيفضل الباقيين يدوروا عليهم وبينادوا في كل مكان، لكن للاسف ملهمش اي اثر. وهنا بنشوفهم قاعدين على ضفه النهر وبيحاول اوكي يهديها ويطمنها، لكنها برضه عايزاهم يتخلوا عنها لان كل اللي حواليها مع الوقت بيموتوا، وطبعا لازم اللحظه دي يقطعها وصول الوحش والعرافه عشان يقبضوا عليها، وبتعرض العرافه على شوري انها تسلم نفسها في مقابل انها تسيب اوكي يعيش، لكنه بيرفض يسلمها لهم وبيحاول يوقف الوحش قبل ما يهجم عليهم، فبيكسر الوحش التعويذه
تعويذه وبيبدا يطاردهم لحد ما بيوصل لهم، ولحسن الحظ بيطلعوا مجرد نسخ صنعها اوكي كتمويه عشان يهربوا. ورغم انهم قدروا يبعدوا عنهم مسافه كبيره الا ان اوكي خلاص مش قادر يكمل بسبب الوقعه اللي وقعها لما شوري انقذته، فبيرتاحوا شويه عشان يقدروا يكملوا طريقهم. وبتطلب منه شوري انه يعلمها الكتابه لان محدش علمها، وبترجع تاني تفتح موضوع انهم لازم يتخلوا عنها عشان ما يموتوش، وبتترجاه يبعد عنها قبل ما يحصل معاه زي ما حصل مع ابوها وامها. وزي المره اللي فاتت بيظهر الوحش والعرافه في المكان بعد ما مشي ورا ريحه اثر التلوث اللي هي سابته وراها، فبيثبتوا اوكي في مكانه وبيهربوا لانهم طبعا مش هيقدروا يهزموهم. في الوقت ده بيطلب تيكن وشونكيو من العلبه انه يستدعي راشوكوجو عشان تساعدهم، لكن تجاهلهم لرساله السماويين اكيد هيتعاقبوا عليه، وعشان كده هي متعصبه وده حقها فعلا، وعشان كده بيترجاها تيكن انها تساعدهم قبل اي حاجه. وبتنزل شونكيو هي كمان على الارض وبتترجاها عشان تنقذ اوكي وشوري، لكنها بترفض طلبهم رغم كل التذلل اللي هم فيه. وعشان كده بيقول لها تيكن انه مستعد يتخلى عن حلمه انه يفتح مطعم مقابل مساعدتها ليهم، فبتعرفهم مكان اصدقائهم وبيروحوا عشان يساعدوهم، وبيقدروا انهم يهربوا من الوحش وسط الدخان. والقنابل الدخانيه اللي استخدمها تيكن كان جواها فلفل اسود عشان يعطل حاسه الشم عند الوحش على قد ما يقدر، فبيبداوا يحطوا خطه يقدروا بيها يهزموا الوحش اللي بيقدر في النهايه انه يوصل لهم، لكن المكان مليان بنسخ كتير من اوكي وشوري. وفجاه بيظهروا في المكان وبيثبتوا الوحش في مكانه عشان يبداوا يطهروه، وبتدعمهم شونكيو بلحن التطهير عشان ما يضعفوش قدام الوحش، وبيولع فيه تيكن باسلحته الغريبه اللي بيستخدمها، وبيقدروا في النهايه انهم يهزموه. وبرضه كالعاده بتهرب العرافه وبتحاول شوري تروح وراها، لكن اوكي بيوقفها وبيقول ان نجاتهم هما الاتنين كفايه لحد كده، وبيشكر شونكيو وتيكن على كل اللي عملوه عشانهم. بعدها بتظهر فيوشو في المكان وبيتاسفوا لها على اللي حصل مع سيدها، ورغم ان هي مش قادره تساعدهم في موضوع شوري الا انها عايزه تنضم لهم على امل انها ممكن تلاقي ادله بخصوص كسر اللعنه، وعشان هي ساعدتها قبل كده ورجعتها لطبيعتها بيوافقوا كلهم انها تنضم لهم. وفي الطريق بيلاقوا مجموعه من الناس ماسكين اعلام وبيرددوا جمله واحده في نفس واحد: فليذهب الوباء فليذهب الوباء. فبيروح ابطالنا للقريه اللي هم جايين منها وبيلاقوا كل اللي فيها مرميين على الارض من المرض، وده عباره عن مرض بيأثر في الدم وبينتشر عن طريق الهواء. ولسوء الحظ المرض ده مشابه للمرض اللي عند اخو شونكيو، يعني للاسف ملوش علاج. وهنا بيلاقوا ورقه عليها رمز جماعه العنقاء الدينيه اللي شافوهم من شويه ماسكين اعلام، والورقه دي عباره عن تعويذه المفروض انها تطهر الوباء المنتشر في القريه. ده غير ان في اشاعات بتقول انهم قدروا يوصلوا لدواء بيعالج المرض ده، لكن الدواء ده مخصص لاتباعهم فقط وموجود بس مع قائدتهم اللي اسمها هوكو. وطبعا لما شونكيو بتسمع الكلام ده من فيوشو بتقول انها عايزه تقابلها، وللمره التانيه بيقرر اوكي انه يتصرف من غير موافقه السماويين وبيقول انهم لازم يساعدوها. وفجاه بيقع العلبه بلسانه وبيقول ان الدواء اللي مع السماويين غير مكتمل، يعني هو موجود بس ما تجربش على مريض قبل كده، وبالتالي محدش يعرف هو فعال ضد المرض ولا لا. فبيستدعوا راشوكوجو اللي بتقول لهم عكس الكلام اللي سمعوه من العلبه، بتقول لهم ان الدواء اتجرب فعلا لكن في حالات ما جابش معاها نتيجه، وده معناه ان اخو شونكيو لو خد الدواء شفائه مش هيبقى اكيد، وهي عملت معاها كده عشان تستغلها وتستفيد من قدراتها ضد الموريو. لكن السماويين مش ساكتين على الموضوع ده وبيحاولوا بكل طاقتهم انهم يطوروا الدواء عشان يبقى فعال اكتر ويشفي نسبه اكبر من الناس، ولحد ما يقدروا يحسنوا الدواء بتقرر شونكيو انها تقابل هوكو عشان تسالها على الدواء اللي معاها، وبيقرر الباقيين انهم يروحوا معاها عشان يساعدوها. فبتقول لهم راشوكوجو انها مش رافضه اللي هم بيعملوه ده، لان موضوع انهم قدروا يصنعوا دواء السماويين عجزوا عن صنعه ده مثير للشك، وعشان كده بتأمرهم يتحروا عن جماعه العنقاء ويتاكدوا من صحه الاشاعات دي. فبيرجعوا للقريه وبيتعاملوا مع الناس اللي ماتوا، وبينطلقوا بعدها لجماعه العنقاء عشان يقابلوا هوكو. فبيقابلهم واحد اسمه شوسي بيقولوا انهم كانوا في انتظارهم، وده يبقى مساعد هوكو وبيدعي انها عارفه كل حاجه ومفيش حاجه بتخفى عليها، ودي هي هوكو اللي هم جايين يقابلوها، طفله كفيفه يقال انها السبب في السلام اللي جماعه العنقاء عايشين فيه. وبتقول لهم انهم يقدروا ياخدوا الدواء بشرط واحد بس، وهو انهم يبطلوا يصطادوا الموريو. وحجتها بصراحه قويه جدا، لان في حاله اختفاء الموريو من العالم هيبدا القاده والزعماء يقاتلوا بعض، وبالتالي هم لازم يتعايشوا معاهم ويتقبلوا وجودهم في حياتهم، وساعتها بس هيلاقوا السلام اللي بيدوروا عليه. فبتمشي هوكو وبيستضيفوهم عندهم لحد ما يفكروا وياخدوا قرارهم، بس لو هي فعلا بتدور على السلام ما كانتش سابت القرويين يموتوا من المرض. ونقدر نستنتج من كده ان اللي عايز ينجو من المرض لازم يكون تابع ليها، وفعلا زي ما اوكي شاكك بنلاقي هوكو وشوسي بيتكلموا عن خطه مش هتكمل غير بمساعده الجيزان اللي هي شوري يعني. وغير كده واضح قوي التلوث اللي موجود حواليهم في المكان، واللي بطريقه ما قدرت انها تخفيه وما قدرش ابطالنا يلاحظوه. وفجاه بتقابل شونكيو اخوها اللي المفروض انه مريض ومش قادر يتحرك من سريره، فبيقول لها ان احد اعضاء الجماعه قدر يوصل له وجابه هنا عشان يتعالج، فبتعزف له لحنه المفضل عشان يفتكروا سوا ايام زمان. لكن الغريب في الموضوع انه مش بيتعرف على اللحن، وعشان كده شونكيو بدات تشك فيه. وبيظهر اتنين قدام شوري وبيقولوا انها شبه بنتهم اللي ماتت، وبيفضلوا يستعطفوا فيها. وتيكن هنا بنلاقيه في المطبخ بما انه طباخ يعني، وحلمه يفتح مطعم. والمفاجاه ان المكان نظيف تماما، والحاجات اللي على الرفوف محدش جه جنبها، بمعنى اخر ان اللي عايشين في المكان هنا مش بيدخلوا المطبخ ومش بيطبخوا،
يطبخوا كده. كل واحد شاكك في حاجه والمكان المريب ده شكله مليان موريو. وهنا بنلاقي شونتاي بيقول لاخته انه لم يشفى من مرضه بشكل كامل وان قدرته على الحركه مدعومه بقوه السيده هوكو، يعني لو خرج من مجالها هيرجع يمرض تاني، وعشان كده بيطلب منها دم الجيزان عشان يكملوا صنع الدواء اللي بياخده، ومش كميه بسيطه او حاجه، ده بيطلب منها كميه كبيره عشان تحصل عليها لازم تقتل شوري. وبيفضل يعيط لها عشان يصعب عليها لكنها بترفض تعمل حاجه زي دي. ساعتها بيلجأ لحركه خبيثه بتخليها توافق على طلبه وبيطلب منها تقتله عشان تخلصه من المعاناه اللي هو فيها. فبنشوفها هنا شايله شوري وموديها لهوكو وشوسيه عشان يساعدوا اخوها، لكنها بتفضل تعيط وبتتاسف لشوري على اللي هي عملته معاها. هنا بيعرض عليها شونتاي انه يريحها للابد، بيقول لها انه ممكن يقتلها عشان تبقى سعيده زيه بالظبط، وبكده نكون عرفنا حياته هو وكل الموجودين في المكان واللي بيحاولوا دلوقتي انهم يقبضوا على الباقيين. فبيتملى الجو كله بالتلوث وبيحاول شونتاي يقتل اخته وهي يا عيني مستسلمه ومش قادره تمنعه بعد ما عرفت حقيقته. بعدها بنشوف شوري وهي مقيده في الارض عشان تبدا هوكو طقوس الاستحواذ وتتحكم فيها، وبيقول شوسيه ان الاراضي اللي هم فيها دي ملك التايهيدو، ولو الخطه دي نجحت ساعتها هيسترجعوا مكانتهم مره تانية. فبيبداوا يضخوا التلوث في جسم شوري عشان قلبها يمتص وتتحول لموريو، وبالشكل ده هيقدروا انهم يواجهوا اقوى جيوش الامبراطوريه. ومع استمرار التلوث وانتشاره في جسمها بتبدا شوري تصرخ من الالم لدرجه انها بتسيطر على التلوث وبتهاجم هوكو وبتصيبها في عينها اللي بتتحكم في التلوث، لكنها بتقوم تاني وبتكمل الطقوس اللي بيعملوها واللي بيتبعوا فيها تعليمات المعلم ريوشي مؤسس التايهيدو. والمخطوطه اللي فيها التعليمات دي هو في الاصل واخدها من العرافه. وهنا بيقول اوكي لفيوشو تهرب من المكان قبل ما يحصل لها حاجه، فبيبداوا يهجموا على الزومبي اللي في المكان لكنهم بيحاولوا ما يضرهمش. وشونكيو هنا بتتسلل من غير ما حد يشوفها عشان توصل للمكان اللي فيه شوري، وبينزل شوسي للسجن اللي تحت الارض وبيحرر مجموعه من الزومبي، الا ان شونكيو بتهزمهم بسهوله وبترجعهم اموات من تاني. وبتمسك شوسي وبتهدده يرجع شوري لكنه بيرفض. وفوق كل ده كمان بيغلط في اخوها اللي كان سبب في موته واللي بيظهر في المكان عشان يواجهها، وبيدي الفرصه لشوسي عشان يهرب منها. واخيرا بعد تقبلها لحقيقه موته بتتاسف له عشان ما كانتش جنبه في مرضه، وبتتاسف له انها ما قدرتش توصل لعلاج يشفيه، وبتنهي الموضوع للابد. وهنا بتقول هوكو ان شوري ما اتحولتش لحد دلوقتي بسبب لعنه القلب اللي جواها. وفجاه ومن غير سابق انذار بتبدا تغلط في التايهيدو وبتقول عليهم نكره، وبتظهر العرافه عشان تحصل على القلب الملعون اللي بقى مليان بالتلوث، وبتقول ان المخطوطه اللي معاه دي مزيفه وانها عملت معاه كده عشان تستغله لصالح سيدها، وكل ده كان من تخطيطها هي وهوكو، او بمعنى اصح من تخطيط سيدهم اللي هم بيخدموه. فبتتحول هوكو لموريو وبتحاول تستخلص القلب من جسم شوري. في اللحظه دي بتظهر شونكيو عشان تنقذها منهم، لكن هوكو بتصيبها، لكنها بتحرر نفسها وبتقدر انها توصل لشوري. فبتهاجمها هوكو وبتصيبها في عينها، ومع ذلك مش بتقدر توقفها، وبيدمر شوسي المكان عشان يخلص منهم كلهم. وهنا بنلاقي شونكيو بتساعد شوري لحد ما بيوصلوا لاوكي وتيكن، فبيهربوا من المكان قبل ما يتدمر وبيحاولوا يساعدوا شونكيو. وبتظهر فيوشو عشان تعالجها لكن بيقاطعهم ظهور هوكو، وده بيخلي شوري تغضب وبتهجم عليها لكنها اقوى من انها تقدر تاذيها. ومع كثره التلوث بيساعدها اوكي بتعويذه الترابط قبل ما تفقد السيطره، وبيصد هجومها عليهم وبيحاول يلهيها. فبتستجمع شوري كل طاقتها في ضربه واحده وبتقدر توصل لها وبتهاجمها بكل قوتها وبتهزمها. وطبعا زي كل مره بتهرب العرافه عشان تظهر لنا تاني بمخطط جديد من سيدها، وبيروح تيكن وابطالنا ورا شوسي اللي بيحاول يهرب هو كمان، لكنه بيقول انه ما عملش حاجه وانه تعرض للاستغلال من قبل ملك الموريو. وزي ما بيوحي الاسم ده واحد بيقدر يتحكم في الموريو، وغرضه الوحيد هو انه يغرق العالم كله في الفوضى عشان يبيد كل ما هو حي. وفي النهايه بيتحول جسمه لتراب وبيتلاشى في الهواء. ومع شروق شمس يوم جديد بتفوق شونكيو بعد ما عالجتها فيوشو، وبتبدا تعزف لحن شونتي المفضل حزنا وحدادا على موته. وبعد فتره من العلاج على ايد فيوشو بيخف جرح شونكيو، بس للاسف هي مش هتقدر تسترجع عينها اللي راحت، لكنها متقبله اللي حصل لها ده عشان تفضل فاكره الذنب اللي ارتكبته في حق شوري، وعشان برضه تفضل فاكره اخوها اللي شافته بعد غيابها عنه لفتره طويله. ودلوقتي بعد ما نجحوا في مهمتهم وهزموا جماعه العنقاء بيطلب اوكي ان راشيكوجو تعزمهم على الاكل، بس تيكن مهتم اكتر بالفلوس اللي هتديها لهم عشان يفتح المطعم اللي بيحلم بيه. وهنا بنشوف فيوشو وهي بتفارقهم لكن اوكي بيوقفها. هي مش واحده من الصيادين اللي تم تكليفهم من السماويين لمحاربه الموريو، بس هي ساعدتهم جامد في علاج شوري وشونكيو، وعشان كده بتوافق راشيكوجو انها تكمل الرحله معاهم. فبيبداوا يحضروا الاكل اللي راشيكوجو جابته لهم عشان ياكلوا، وبتقول شونكيو انها عايزه تستخدم الفلوس اللي هتاخدها عشان تتعلم السحر، وبتقرر راشيكوجو انها تديلها فلوس تيكن عشان ما يضيعهاش. وشوري هنا بتشكر اوكي عشان بيبقى دايما واقف جنبها. بعدها بيقرر تيكن انه يطبخ لهم اكل على طريقته، لكن واضح كده ان كلهم رافضينه ومش عايزينه يطبخ. فبيتحدى شونكيو في مسابقه للشرب ولو كسب هيعمل اللي هو عايزه، فبتقبل شونكيو التحدي وشكلها كده مش ناويه تخسر قدامه. وهنا بيطلع تيكن بالسلاح السري اللي هيكسبه، لكن واضح كده ان كل مجهوداته ملهاش لازمه وهيخسر، يعني هيخسر. بعدها بنلاقي راشيكوجو واوكي بيتكلموا عن ملك الموريو، وبتقول له انه بيظهر نتيجه صراعات البشر والفوضى المنتشره في العالم،
العالم، وان السماويين حاربوه اكتر من مره وهزموه لكنه فضل يرجع مرارا وتكرارا بسبب الحروب والفوضى بين البشر. ودلوقتي جه الوقت عشان يهزموه من جديد، والفرقه السادسه هتبقى هي سلاح السماويين لمحاربته. وبيقول اوكي انه هيحمي شوري من اي حاجه تحصل لها، وانه هيفوز على ملك الموريو مهما حصل. بعدها بيقعد مع شوري اللي بتقول له قد ايه هي فرحانه بوجودهم جنبها، وبتساله هيعمل ايه بعد ما ينتهي من اصطياد الموريو. فبيقول لها انه ناوي يزور معبد شيجو الموجود في وطنه، وبيوعدها انه هياخدها معاه، وهي نفسها تتعلم الكتابه وهو كان وعدها قبل كده انه هيعلمها. فبيخليها تكتب اسمها على الرمل، وبنشوف هنا فيوشو وهي واقفه بتتجسس عليهم، وفجاه بيملى التلوث جسم اوكي وبيغمى عليه وبيقع على الارض. ولما بيجي الليل بتظهر راشوكوجو وبتقول لهم ان تعويذه الترابط هي السبب، وان كتر استخدامه ليها خطر، وهي كانت محذراه قبل كده لان حتى لحن التطهير الخاص بشونكيو ما كانش كافي عشان يطهره. وكل ده طبعا عشان ينقذ شوري من انها تتحول لموريو، وعشان كده هي زعلانه وبتلوم نفسها على الوضع اللي هو فيه. فبتحاول شونكيو تطهره لكن للاسف مش بتقدر تعمل له حاجه. فبيطلب تيكن من فيوشو تعالجه زي ما عملت قبل كده مع شوري، لكن التعويذ اللي هي كانت بتستخدمها كانت بتستمد قوتها من معلمها اللي مات، وعشان كده هي كمان مش هتقدر تساعده. فبيروحوا كلهم عشان يدوروا على مكان يرتاح فيه اوكي، وبتفضل شوري معاه عشان تخلي بالها منه. وفي الوقت ده بيجي في بالها كلامها بان كل اللي حواليها مع الوقت بيموتوا، وبتفضل تعيط. هنا بتظهر فيوشو وبتقول لها ان مفيش غير حل واحد بس عشان تنقذ اوكي، والحل ده بيتمثل في انها تمتص كل التلوث الموجود في جسمه. وهنا بنشوف راشوكوجو وهي بتختفي عشان ترجع للسماويين زمايلها عشان يساعدوهم، وبتبدا فيوشو تفعل دايره سحريه على شوري عشان تبدا تمتص التلوث من جسم اوكي. واثناء ما هي بتساعده بتطمنها ان كل حاجه هتبقى تمام، وبتاكد لها انها مش هتفقد السيطره، وفعلا مش بتتحول لموريو زي المرات اللي فاتت لانها بتفقد وعيها. وفي اللحظه دي بتكشف العرافه نفسها وبتقول انها هتاخد شوري الملك الموريو، وكل ده عشان يحصل على القلب الملعون اللي تم انشاؤه بتقنيه راشوكوجو المحظوره، وساعتها يبقى عنده القدره على احياء الموتى، استغفر الله العظيم يعني، وهيقدر وقتها انه يفتح بوابه الكارثه اللي هتقضي على العالم بالكامل بمساعده الموريو، واللي كل ما حد هيموت على ايدهم هيتحول لموريو هو كمان، وساعتها ما حدش هيقدر يوقفهم. بس ده يبقى هدف ملك الموريو، انما فيوشو بقى عندها هدف تاني خالص، وقبل ما تفصح عنه بيهاجمها تيكن عشان ينقذ شوري لكنها بترد له الهجوم. ولما بتحاول شونكيو تتدخل بتحبسها فيوشو جوه هاله من التلوث بتخليها تفقد كل طاقتها، وفي النهايه بيغمى عليها وبتنهار وبتمشي فيوشو من المكان. وبعد حلول الليل بيصحى اوكي من نومه بعد ما اثر التلوث اختفى من جسمه، وبيلاقي زمايله مرميين على الارض وفاقدين الوعي. فبيحاول يساعدهم هو والعلبه عشان يصحيهم، واول ما بتفوق شونكيو بتقول له على كل اللي حصل، وبتظهر راشوكوجو عشان تطمن عليهم، وبتعرف منهم اللي فيوشو عملته، وبتقول انهم اكيد اتجهوا لقصر الشياطين الخاص بملك الموريو، واللي بالمناسبه مكانه مجهول للسماويين وعمرهم ما قدروا يوصلوا له. بس حاليا في طريقه ممكن توصلهم للقصر، وهي انهم يتتبعوا شوري من خلال اثر التلوث الخافت الموجود في جسم اوكي، وده طبعا ما كانش هيبقى متاح ليهم الا بسبب سلسله الترابط اللي كان اوكي بيستخدمها، وبيقدروا فعلا انهم يوصلوا لها. بس في حاجه غريبه بتحصل، وهي ان الراشوكوجو بتقول لهم يقتلوها لما تقابلهم، والسبب طبعا عشان القلب اللي في جسمها ما يقعش في ايد ملك الموريو. هي اصلا من الاساس ما كانش ينفع تكسر قوانين السماويين وتستخدم تعويذه محظوره على حد ميت، ومع ذلك مش بيتخلوا عنها وبيقولوا انهم هينقذوها ويمنعوا استغلالها. فبيشكرها اوكي على انقاذها لشوري وعادتها للحياه بعد موتها، وبينطلقوا في طريقهم عشان يلحقوها قبل ما تقع بين ايدين ملك الموريو. وهنا بنلاقي فيوشو بتقول لشوري ان قلبها الملعون بس هو اللي هيقدر يحقق امنيتها، وبعد ما بتكتمل التحضيرات بتبدا تنفذ خطتها. لكن في الوقت ده بيكون اوكي والشباب وصلوا لها وبيحاولوا يوقفوها، وبنعرف في اللحظه دي ان الامنيه اللي هي بتحاول تحققها تبقى اعاده احياء اسرتها اللي ماتوا على ايد شوسي والتايهيدو. وبيستمر تبادل الهجمات بين الطرفين لحد ما بتقدر فيوشو تهزمهم في النهايه، وبترجع من تاني تشغل تعويذتها على شوري. فبيحاولوا يتكلموا معاها بالعقل عشان توقف اللي هي بتعمله، لكنها مستميته وبتحاول بكل جهدها انها ترجع اسرتها للحياه. هنا بتتدخل شونكيو وبتقول لها انها دفعت ثمن التضحيه بشوري بانها قتلت اخوها، ولو هي ضحت بيها عشان ترجع اسرتها ممكن هي كمان تضطر تقتلهم، لكنها مش عايزه تسمع لها وبتتجاهلها وبتهاجمها. لكن اوكي بيصد الهجوم وبينقذها، وبتمسكها شوري وبتحاول تستعطفها وتفهمها ان اللي هي بتعمله ده غلط في حق اسرتها، ورغم كل اللي بيعملوه عشان يوقفوها الا انها مستعده تعمل اي حاجه عشان تحقق امنيتها. ومش مهم بقى يرجعوا للحياه على هيئه بشر او موريو، المهم انها تشوفهم تاني ويبقوا جنبها. وفجاه بيظهر ملك الموريو في المكان وبيخطف شوري من وسطهم وبيهاجم فيوشو اللي كانت بتحاول تخونه. وبعد ما بيمشي بيطلب اوكي منها تدلهم على مكان قصر الشياطين، القصر اللي بيسكنه ملك الموريو زي ما عرفنا قبل كده هو وشياطينه. واللي بنشوفه هنا بيحاول يستخلص القلب الملعون من جسم شوري عشان يبدا خطته لتدمير العالم. وبيوصل ابطالنا للمكان وبيحاولوا بكل طاقتهم انهم يهزموا الموريو اللي بيقابلوهم لحد ما بيقدروا يوصلوا للمكان اللي فيه شوري. فبيحييهم ملك الموريو عشان يقدروا يوصلوا له، لكن كل اللي عملوه ده كان على الفاضي، لان في الوقت الحالي محدش بقى عنده القدره انه يهزمه. وبعد ما بيهاجم اوكي واللي معاه وبيبعدهم عن طريقه بيبدا ينتزع القلب الملعون من جسم شوري. ورغم المعاناه اللي هي عاشتها والوعود الكذابه اللي اوكي وعدها لها انه يحميها، بتفارق شوري الحياه على ايد ملك الموريو. فبيبدا يندمج مع القلب الملعون المملوء بطاقه الشر عشان يتجسد ويستعيد
كامل قوته، ونتيجه لان ده قلب شوري بيتخذ ملك الموريو هيئه امراه وبيلقب نفسه اميره وحاكمه الموريو. ودلوقتي جوات الخطوه الاخيره لفتح بوابه الكارثه، وبتبدا اميره الموريو تتلو التعويذه المناسبه. وبعد نجاح الخطه بينتشر الموريو في كل ارجاء المملكه، وبتبدا اجواء الفوضى والدمار تحل على عالم البشر. فبنشوف هنا المحاربين الثلاثه اللي قابلناهم قبل كده وهم بيستعدوا عشان يحاربوا مع الصيادين، وشونكي وتيكن واقفين مذهولين من النتيجه اللي وصلوا لها، واوكي حزين على موت شوري وحزين اكتر لانه ما قدرش يوفي بوعوده ليها، لكنهم لازم يتجاوزوا اللي حصل ده ويشوفوا ازاي هيوقفوا اميره الموريو. وانتقاما لشوري وسعيا لوقف خطتها بيبدا ابطالنا يحضروا نفسهم عشان يواجهوها. فبيهجم تيكن وشونكي على الموريو الموجودين في المكان وبيهزموهم، وبيفضوا الطريق لاوكي عشان يهاجم اميره الموريو، لكنه مش بيقدر يوصل لها وبتستأنف تعويذتها لانشاء البوابه والحفاظ عليها. وبيحاول اوكي يقوم من مكانه لكن جسمه يا دوب يقدر يمشيه لحد جسم شوري اللي فجاه بيسمع صوتها جواه وهي بتشجعه وبتقول له انها واثقه فيهم وانهم هيقدروا يفوزوا. في اللحظه دي بيجي في باله فكره ممكن تساعدهم، وبيستخدم تعويذه الترابط وبيربط نفسه باميره الموريو، وده طبعا عشان التعويذه دي مرتبطه بقلب شوري الملعون الموجود جوه جسمها. فبيبدا يمتص التلوث اللي جواها عشان يضعفها، لكن تهوره كان عمياء عن الوضع اللي هم فيه لانها بتبدا تضخ في جسمه كميه كبيره من التلوث، وفي نفس الوقت بتمتص التلوث وطاقه الشر المنبعثه من بوابه الكارثه، وده كفيل انه يكسر السلسله اللي بتربطه بيها. وبكده تكون اميره الموريو قدرت تفرض سيطرتها على الاجواء، وبيبدا اليأس يتمكن من ابطالنا. لكن فجاه بيظهر شعاع الامل من جديد، وبتنشأ سلسله من النور بتربط جسم شوري الميت باوكي، وبتبدا تمتص التلوث اللي جواه لجسمها، وغير كده كمان بتنقذ تيكن وشونكيو من الوضع اللي هم فيه. ومع اتحاد الثلاثه على قلب واحد بترجع شوري للحياه من جديد، وبينقلب الوضع بعد ما كانوا مغمورين بطاقه الشر وبيبقوا مفعمين بطاقه النور اللي بتخليهم اقوى. فبتهاجمهم اميره الموريو عشان توقفهم، لكنهم بيصدوا الهجوم وبيهجموا عليها الاربعه في وقت واحد. ومع توالي الهجمات عليها بتغضب اميره الموريو وبتستدعي تنين الفوضى من بوابه الكارثه، وبتقدر بمساعدته انها توقفهم، وبترجع من تاني توجه طاقتها للحفاظ على البوابه. فبتقول شوري انها لازم تمتص التلوث لدرجه تخليها تفقد السيطره زي ما شفنا قبل كده، وساعتها القلب الملعون هيتفاعل معاها وهيصدر قوه ضخمه كفيله انها تقضي على اميره الموريو. بس النتيجه ساعتها انها تموت تاني، والمره دي هتتلاشى بدون اي اثر. وللاسف ده هو الحل الوحيد قدامهم في الوقت الحالي عشان يوقفوا اللي بيحصل وينقذوا العالم من الدمار. والمفاجاه هنا ان اوكي بيوافق على خطتها وهو مؤمن انه المره دي هيقدر ينقذها. فبيتولى تيكن وشونكي امر المقدمه بمساعده نسخ من صنع اوكي، وبيبداوا عمليه الهجوم. وفي اللحظه المناسبه بيجي دور اوكي وشوري عشان يقضوا عليها، وبالفعل بتنجح الخطه وبتفقد اميره الموريو السيطره على شكلها المادي، وبيتم تطهير المكان بشكل كامل، وبيختفي اوكي وشوري اللي كانوا على استعداد انهم يضحوا بنفسهم في سبيل انقاذ العالم. لكن رغم كده بنلاقي راشكوجو بتقول انهم احياء في مكان ما وانها حاسه بوجودهم. وبيمر الوقت وبيفتح تيكن المطعم اللي كان بيحلم بيه، وبنلاقي شونكي ولسه ملازماه. وبعد اختفاء اوكي وشوري بنلاقيهم قرروا انهم يبعدوا عن حياه الصيادين ومحاربه الموريو، لكن راشكوجو لسه بتحاول معاهم من وقت للتاني عشان تقنعهم يرجعوا يساعدوها. وفي النهايه بينتهي الانمي بالمشهد الاعتيادي اللي بيظهر فيه اوكي وشوري عشان ينضموا لهم. وبكده يكون خلص فيديو النهارده يا ابطال. فلو عجبكم الملخص ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، واللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس، واستنوني في فيديو جديد وملخص جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.